طبقنا النهاردة عن الكفتة المشوية والعيش البيتي، هنعمله مع بعض في البيت طريقة سهلة وبسيطة. تعالوا نشوف طبقنا هنعمله ازاي. اول حاجة هنجهز الخميرة عشان العيش. هنحط معلقة كبيرة من الخميرة، عليها معلقة كبيرة من السكر، ونص كوباية من المية الدافية، ونسيبهم مع بعض يخمروا شوية. على ما نجهز بقية الدقيق، استخدمت 4 كوبايات من الدقيق، هيدونا حوالي 10 ترغيفة كبار. عليهم كوباية كبيرة من اللبن الزبادي، دي هتخلي العيش طري جدا جدا وحلو قوي، جربوها. كوباية الزبادي هتخلينا نقلل كمية المية اللي هنضيفها، فهخلي جنبي كوباية من المية الدافية فترة شوية لحد ما اشوف هحتاج قد ايه. هضيف عليهم الخميرة كانت واخدة نص كوباية مية، وتقريبا هضيف كوباية الا ربع مية كمان، يعني الكمية كلها اخدت كوباية وربع مية. الزبادي بتخلي العجينة دي طرية جدا جدا، وبتخلي العيش ده مميز قوي، غير العيش العادي اللي بنعمله بسرعة على الطاسة كده بيكون شوية ناشف، او يعني في مضغة شوية زي بتاع اللي بنشتريه من بره، لكن ده بيكون شبه الفطاير شوية. هي بقت طرية كده، انا هعجنها في الميكسر. اخدت تقريبا 8 دقايق في العجانة، والعجينة بيكون ملمسها شوية يعني ملزق شوية او بتلزق شوية، حاجة بسيطة كده يعني. سيبوها لحد ما تخمر وبعدين هنعرف نتعامل معاها بالدقيق. هسيبها لمدة ساعة تخمر، هغطيها كويس واسيبها لمدة ساعة على ما اجهز الكفتة. عندي كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة، وربع كيلو بصل، وفص ثوم، ومعلقتين من هريسة الفلفل الأحمر. هريسة الفلفل الأحمر بتتعمل بالفلفل الأحمر الحلو زي الصلصة، بس كلها فلفل أحمر حلو، وبتتحفظ بملح وزيت. هخلط الخليط مع بعضه. كمان استخدمت معلقتين من لبن الزبادي، هتخلي الكفتة طرية قوي. انا هسوي الكفتة دي في الفرن، فهتخليها طرية جدا ما تنشفش. هحط المكونات او الخلطة التتبيلة كلها مع بعض، واعملها بالهاند بلندر عشان انعمها قوي. مش هصفي مية البصل ولا حاجة، هستخدم الخليط كله، ومش هستخدم الكمية دي كلها. هاخد تقريبا 4 معالق بس، والباقي يعني هستخدمه في سلطة الطحينة. ضفت لها كمية بسيطة من الملح والفلفل، لان هريسة الفلفل الاحمر كان فيها ملح. قلبهم كويس مع بعض لحد ما الملح يدوب. وهستخدم على الكيلو الا ربع حوالي 4 معالق من التتبيلة دي. ما تزودوش قوي عشان ما تطلعش سايلة، تقدروا تقللوا، ولو حسيتوا ان هي محتاجة تزودوا بعدين. اخلطها كويس قوي مع بعض لحد ما يكون معايا العجينة سهل ان هي تتشكل بايديا، او اشكلها كويس على سيخ، يعني يكون قوامها متماسك. انا استخدمت صينية تيفال كبيرة عشان اسوي الكمية كلها مرة واحدة. تقدروا تدخلوا الصينية الفرن بعد ما تشكلوها. استخدمت سيخ عريض عشان اسيخ عليه الكفتة، او تقدروا تستخدموا معلقة او شوكة تعملوا عليها الخطوة دي. هحط الكمية كلها وهدخل الصينية الفرن. انتوا تقدروا كمان تحطوا يعني نفس الصينية الكبيرة دي على عين البوتاجاز من فوق، وتشووها من فوق عادي زي القلي او الشوي او كده، بكمية زيت بسيطة جدا، دهنة زيت بسيطة، وتفضلوا تحركوا فيها كل 3 دقايق على النار من فوق. كمان مش بتاخد وقت. على البوتاجاز هتاخد تقريبا حوالي 15 دقيقة على ما تستوي. في الفرن بتاخد، احطها في فرن سخن قوي. من دلوقتي انا مسخنة الفرن، هدخلها فرن سخن قوي درجة حرارته 200، وبسيبها تحت في الارضية خالص لمدة 20 دقيقة. ممكن اقلبها وهي تحت يتحمر من فوق ومن تحت، او ارفعها فوق عند الشواية 5 دقايق كمان. الطحينة دي تتبيلتها حلوة جدا وطريقتها مختلفة. هستخدم معلقتين كبار من الطحينة، عليهم معلقتين كبار من التتبيلة اللي عملناها للكفتة. طبعا فيها بصل وثوم وزبادي وهريسة الفلفل الأحمر. هزود لها معلقة من الخل، هيكون قوامها حلو قوي وطعمها حلو جدا جدا. جربوها، حلوة قوي، طريقتها حلوة جدا ومختلفة.
العجينة خلاص خمرت كويس قوي. زي ما قلت لكم العجينة دي عشان الزبادي بتكون طرية قوي وبتلزق شوية، بس القوام ده بيكون حلو جدا في التسوية، وبعد ما بنخلص العيش بنلاقيها طرية قوي قوي من جوه. العيش بيكون طري جدا وهش وطعمه حلو قوي. خلوا جنبكم دايما طبق يكون فيه دقيق زيادة، عشان يعني كل ما تيجوا تقطعوا او تكوروها كده تكون ايديكم مبلولة او فيها دقيق، عشان يكون سهل قوي التقطيع. الكمية اللي انا عملتها زي ما قلت لكم طلعت 10 ترغيفة، كورتهم كلهم بحجم البرتقانة وسبتهم يخمروا لمدة 10 دقايق قبل ما ابدأ افردهم. بعد 10 دقايق باخدهم واحدة واحدة وببدأ افردهم بالمقاس اللي انا عايزاه. لو عندكم مات زي دي عليها العلامات هتسهل عليكم، لو مفيش تقدروا بايديكم تظبطوا كده المقاس. هي بتتفرد بالايد بسهولة، كمان بالنشابة او المردانة بتاعة العجين كمان بتفرد معاكم بسهولة. لو انتوا عايزين تستخدموا ايديكم اوكي، لو هتستخدموا نشابة كمان هتكون سهلة. اهم حاجة كل ما تخلصوا رغيف تغطوه بالدقيق عشان ما يلزقش ويفضل متماسك. انا الحقيقة بعمل 2، يعني على ما الاولاني يرتاح شوية بكون فردت التاني، وبعدين بنزل الاولاني يتسوى الاول كويس وبعدين التاني، وارجع افرد 2 تانيين بنفس الطريقة، عشان ما عنديش مكان كبير قوي احط فيه كل الرغيفة مفرودة مع بعض. في التسوية استخدمت زبدة، بدهن الطاسة بفرشة من الزبدة كده، وبعدين احط الرغيف تقريبا بياخد دقيقتين على كل وش بس مش اكتر، وبتلاقوه بدأ يتنفخ ويستوي كويس قوي. وريحته طبعا بتكون حلوة قوي، ريحة الخبز دايما بتكون حلوة في البيت. خلوا جنبكم الفرشة على طول تكون مدهونة زبدة عشان تخليه كمان طري قوي، لان زي ما قلت لكم ده شبه شوية الفطاير، يعني هيكون طعمه زي الفطاير شوية. انا استخدمت يعني في رغيفة حطيت عليها رشة من حبة البركة، كان طعمها حلو قوي معاها. وفي كمان كام رغيف كده حطيت لهم حشوة زعتر البري اللي هو المجفف مع زيت زيتون من جوه، حشيتها من جوه وكده وسويتها، كانت حلوة برضو قوي. تسويته بتكون سريعة قوي، ما بياخدش وقت خالص وبيستوي بسرعة، وبتلاقوا ان هو بدأ يتنفخ كده وطري جدا. شايفين تكون العجينة طرية قوي قوي وحلوة قوي قوي مع الكفتة، ان انتوا يعني تغمسوا بيها او تعملوا سندوتشات كفتة بتكون حلوة قوي مع بعض. ده اللي كنت حشياه بالزعتر وزيت الزيتون، حلو قوي لانه شبه الفطاير. زي ما قلت لكم العجينة اقرب شوية للفطاير مش للعيش الناشف. الزبادي الحقيقة كانت مخليها حلوة جدا. خلوا النار بتاعة البوتاجاز تكون متوسطة وانتوا بتسووا العيش، هو مش محتاج نار عالية قوي قوي، نار متوسطة كفاية. خلصت الكمية بتاعتي كلها على ما الكفتة كانت خلصت، وكده طبقنا النهاردة تقريبا خلص. شايفين العيش ازاي طري وحلو، حلو جدا، جربوه. سهل مش بياخد وقت خالص، بالعكس الشغل في البيت في العجين بيكون ممتع جدا، ولو النتيجة حلوة كمان هتتبسطوا قوي. هو سهل طبعا ان احنا نفتحه، يعني تقدروا تعملوا منه كمان فطاير او اي حاجة تانية، سندوتشات تانية، فهيعجبكم قوي. الكفتة خلاص خلصت زي ما انتوا شايفين، انا عملتها في الفرن، انتوا تقدروا كمان تعملوها فوق على البوتاجاز زي ما قلت لكم. ما تتقيدوش، هي بتستوي بسرعة قوي وبتكون طرية، ومعلقتين الزبادي اللي في التتبيلة بتاعتها بيخلوا قوام اللحمة ما ينشفش. من جوه كمان كانت هشة وحلوة قوي، جربوها. طعم الدبس الفلفل الاحمر او هريسة الفلفل الاحمر حلو قوي، مختلف يعني عن ما تكون ببصل بس، يخلي كمان طعمها ولونها حلو. انا قدمت الطبق بتاعي ان انا فرشت العيش تحت وعليه الكفتة، وقدمت معاه بصل
متقطع سلايس كده رفيعة خالص، وتبلته بخل وسماق. يعني كمان كان حلو قوي، ظريف قوي البصل مع الكفتة. ورشة بقدونس كده للتزيين. انتوا تقدروا تقدموا بأي طريقة بتحبوها، تعملوها سندوتشات، تقدموا كل حاجة في طبق لوحدها حسب ذوقكم. بس جربوا طبق النهاردة، هيعجبكم قوي، ينفع غدا ظريف جدا. ولو عجبكم طبق النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعملوا اشتراك للقناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الحاجات الجديدة.